بعد حملة الأمن والإنسانية التي أطلقتها قوى أمن الداخلي قبل 3 أشهر بمخيم الهول، الوضع الأمني داخل المخيم كان جيد. كان هناك حالة استقرار نوعا ما. كانت كل الشركاء العاملين بالمخيم عم يشتغلوا عملهم بشكل جيد خلال شهر ونص من بعد الحملة. بعد الحملة بشهر أو شهر ونص الحالات القتل اللي صارت عندنا حالة قتل. كانوا فتاتين هن قاصرات، كانوا مصريات بقسم المهاجرات. بعد مقتل هدول البنتين طبعا الكل بيعرف انه الضربات التركية اللي كانت 23 نوفمبر هي الضربات استهدفت محيط مخيم الهول. بعد هدول الضربات صار المخيم عم بيعيش حالة فوضى داخل المخيم، صار في حالات هروب من داخل المخيم. كان في محاولات للهروب، قدرت القوى الأمن الداخلي تسيطر على الوضع نوعا ما، ولكن من بعد الضربات التركية هناك حالة توتر، محاولات قتل داخل المخيم وحالات هروب من المخيم. حالات القتل خلال سنة 2022 كان عندنا 36 حالة قتل. مثل ما حكيت كان في عندنا حالتين قتل من بعد حملة الأمن والإنسانية التي أطلقتها قوى أمن الداخلي. بالسنة كاملة كان عندنا 36 حالة قتل. حالات الهروب من داخل المخيم هي موجودة دائما. غالبية الحالات عم تقدر القوات الأمنية، قوات حماية المخيم، أنها تسيطر على الوضع وتكمشهم، ولكن في حالات هروب حصلت. ومخيم الهول بيضم ما يقارب 53 ألف لاجئ ونازح، هن مقسمين سوريين وعراقيين وأجانب. الأجانب هن من 55 جنسية، عددهم 7850 مرأة وطفل. العراقيين ما يقارب 27 ألف لاجئ عراقي. السوريين هن 18200 شخص سوريين قاطنين بالمخيم. العام 2022 رحلات العودة كانت قليلة جدا. هن كانوا رحلتين عودة إلى دير الزور، مناطق الإدارة الذاتية. كان ما يقارب 600 شخص على دفعتين طلعوا إلى مدينة دير الزور. وضع المخيم هو في توتر من بعض الضربات التركية، في حالة خوف، في حالة فوضى داخل المخيم. مثل ما حكيت في كتير محاولات للهروب، في كمان تحركات لخلايا داعش داخل المخيم. حاليا الوضع غير مستقر داخل المخيم. كل الشركاء العاملين بالمخيم من وكالات أمم متحدة ومنظمات غير حكومية وجمعيات عاملة بالمخيم خلال الضربات التركية أغلبهم علق عملهم خلال يومين أو 3، ولكن بعد الضربات التركية رجعت للعمل وهي حاليا على رأس عملها بالمخيم. على طول بنقول إنه مخيم الهول هو لازمه حل كامل وشامل. يعني المشكلة بمخيم الهول ما بتتعلق بس بأنك ترجع 2 أو 3 أجانب لدولهم. مخيم الهول لازم حل شامل، واللي هو عودة العراقيين لبلادهم، عودة السوريين لمناطقهم، وعودة الأجانب لمناطقهم. فبالتالي نحن بهي الحالة بحاجة لدعم دولي من كل الأطراف لعودة جميع اللاجئين والنازحين إلى دولهم. مخيم معرض لأي لحظة لأنه يطلع من تحت السيطرة. المخيم بيضم 53 ألف لاجئ ونازح، فبالتالي هو منه عدد سهل لأنه أنت تقدر تسيطر عليه أمنيا. عم نعاني كثير من الناحية الأمنية، عم بيكون في صعوبات حتى نسيطر أمنيا على المخيم، وبالتالي ممكن أي ضربة من الضربات اللي صارت من قبل أو إذا تكررت هدول الضربات تؤدي لكارثة بالمخيم، وخلايا اللي جوا عم تتنشط كمان، عم بيكون في تنسيق داخل المخيم مع خارج المخيم، فبالتالي المخيم معرض لأي لحظة أنه يصير في كارثة أو أنه يصير في انفجار. مخيم الهول بحاجة لحل شامل، واللي هو عودة جميع اللاجئين والنازحين لدولهم اللي هن السوريين والعراقيين والأجانب. فبالتالي على كل القوى الفاعلة واللي موجودة على الأرض أنها تلاقي حل كامل لملف الهول.
لا يا بخلي خلاف على منهاج النبوة. نه که به هندر دست بگه چنده وانا بالا بگن چون ها نیز نبینم این چنده خبر آدم رزت اشتخورا گریم بچه